الآن نحن في مقر كتيبة السلطان سليم الأول. عندنا مقابلة مع قائد الكتيبة سيشرح لنا عن وضع برج ال45 وما هي العمليات التي تقوم بها هذه الكتيبة في برج ال45. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. برج ال45 قبل شهرين ضربنا البرج واخذناه. صار عندنا جبهة ثانية تركنا البرج. عندنا جبهة ثانية. اشتغلنا فرصة رجع اخذ البرج 45. اما الوضع الحالي هلا البرج 45 نحن قلنا بالنسبة لنا حق الرمي. كل يوم نطلع بنقمص بنشتبك معهم اشتباكات يومية. بإذن الله قريبا جدا نرجع البرج 45 إن شاء الله. هل العمليات النوعية اللي عم تقوم فيها هي مؤثرة للنظام؟ طبعا. فينك تشرح لنا شوي بهذا الموضوع؟ يعني عمليات يومية انه لا يقل عن 5-6 جثث تقنصوهم بالقنص. سمعنا قبل 3 أيام انكم قمتوا بعملية طلعتوا الدوشكيات وضربتوهم تماما. طلعنا هيك شبه انه اقتحام. نعم. اقتحمنا الشوادر اللي كانوا حاطينهم نريبين حاطينهم. تمام. وضربناهم يعني وشلنا الخيام. فينك تقدرنا عدد الجثث اللي بين ال 30 و 50 جثة. 30 و 50 جثة. تماما. شو هي الرسالة الأخيرة اللي بتحب توجهها للكل، للنظام ولأعوان النظام واللي عم يساعد النظام، وخاصة اللي الموجودين الآن في برج ال45؟ يعني بحب وجه له انه ينشقوا. النظام راحل. نعم. اولا واخيرا بده يسقط. يعني وهن بدهم يتموا معنا. ان شاء الله. النظام مرة يتم معنا. نعم. النظام هو راحل لا خلاف. تماما. فرسالتك هي دعوة إلى الانشقاق. انشقاق العناصر الموجودين في برج ال45. تماما. ان شاء الله هيك نأمل من الله عز وجل انه في اسرع وقت تكون هناك عمليات انشقاق، ونتوعد مثل ما توعدت بعمليات نوعية قريبة ان شاء الله. قريبا جدا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا.